البطوله دي، كوره وغير كوره. انا بقول لك يعني من الاخر، المغرب النهارده بالذات مع هقولها بالبلدي كده هيكسبوا البطوله بالنسبه لهم ذوق عافيه. ومن بدري قوي خلوا بالكم من التحكيم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربة الجزاء يعني ماليش دعوه بقى، انا مش عايز اعلق على حاجه، لكن من بدري خلي بالكم من التحكيم. معلش يعني المغرب يستحق الفوز. انا ما بقولش ما يستحقش، انا بس بقول لك على حاجه، ما بقولش ما يستحقش، انا لسه لا فنيا هو الافضل. فاللي عايز اقوله انه وده والله لا طعن في ذمم ولا الكلام ده، بس بقول لك انه هي كده الكره الافريقيه، لو ما لعبتش اللعبه دي تلعب عليك. انا بقول لك يعني انت من دلوقتي يعني لابد من بدايه كده قبل ما نوصل للادوار المتقدمه يبقى في منظور، لان البطوله دي يعني لازم تشتغل بين الاروقه زي ما بتشتغل جوه الملعب من الاخر. واحنا عندنا رئيس الاتحاد الباشمهندس هنا بوريده رجل يملك من انه على الاقل ما يبقاش النهارده جون جاك نادالا مثلا حكم الافتتاح، ده بالنسبه لي اكتر حكم انتقد مغاربيا في التاريخ. جابوه لانه من الاخر يعني ما تعملش حاجه تاني، ما توجهش الكلام ده. حكم الاهلي والرجاء المغربي، انا فاكر انا حكم ضربه الجزاء عمرو السوليه تنظيما والمشروع العربي الافضل، كل ده لا انكره. لكن ان حد يقول ان المغرب مش هيلعب البطوله دي في الكواليس، برضو انا بقول لك هذا كلام واهم. المغرب هيكسب يعني جوه منه، ما عندناش اثباتات فما نقدرش نتحدث. لا انا بقول لك ضربه الجزاء الاولانيه دي مستحيله في زمن الفار، يعني ما حكم فار ما يستدعيش، مستحيل. مش بالفساد يا اخ فوزي، انت ما تعرفش حاجه عن مصر. البطولات اللي انا بعرضها على حضراتكم دي ما كانش لسه فوزي لقشع اتولد، ممكن يسمع عنها. عيب عليك لما تقول التصريحات دي، عيب عليك لما تتباهى بان انت استبدلت الفساد بفساد جديد. عيب عليك ان انت تقول الكلام ده. وانا مش عارف احنا هنفضل ساكتين لغايه امتى قدام عينيكوا. وانا كنت بتكلم وبقول ومفيش حد بيتحرك. الباور بتاع مصر في الكره الافريقيه بيتسحب منكم قدام عينيكوا وتحت اعين المصريين داخل الاتحاد الافريقي. عشان برضه نرجع المستحق اداء في البطوله دي وغير البطوله دي هو الفريق الاقوى افريقيا اخر سنوات. خلي بالك هو المقصود من احمد انه جميع المنتخبات اللي استضافت هذه البطوله بتبقى في امور ممكن مش عايز اقول ان في ضربه الجزاء بتاعت ابراهيم سعيد، ضربه الجزاء بتاعت ابراهيم سعيد 2006 ما احنا استضفناها برضه يعني لا ما احنا استضفناها، كانت الامور فير، كانت امور فير. ابراهيم سعيد ما فير طبعا كنا نستحق، لكن ابراهيم سعيد في قبل نهائي كاس افريقيا مع السنغال لا انا قصدي حكم حسب ورجع عمل ايده كده. مش شرط لا يعني والله العظيم كله اللي بيتقال ده كلام واضح وصريح. في وجود المهندس هاني ابو ريده واحمد مجاهد داخل الاتحاد الافريقي بالاسم بقول لكم، هل معنى ان انت عشان عندك مشاكل وعشان تم ابعادك من الكره المصريه ومن الاشراف على الكره المصريه بسبب المشاكل اللي انت دخلت نفسك فيها واقحمت الكره المصريه فيها، وبسبب ان انتوا قعدتوا تديروا الكره المصريه سنوات طويله وما يلا وزيركم الاخوان مع في سيخ صباحيه العيد فولي ميدمس تعيش ويغمس. قال لك القجاع حق الوالد حصوا الصاد مع دوك اصحاب اكادير مساخين تسمعوا داك الشي فابور تلقى اكادير كامله غادا تفرج الماتش الاول ديال مصر تيقوا اصحاب المقيله كل ماتش راه فضل الله يعمروا الجيران ويشجعوا معاهم في الكواليس والتحكيم والعالم تيهضروا. كاين شي كواليس اكثر من دوك الكيسان اللي خديتو نتوما اصلا يا المصريين. شوف شحال من كاس خديتو غير بالكواليس اللي جينا نتحاسبوا معكم هما لونوها ياك شدوا هذوك الايام جوزيف بلاطير ونتوما في القواداج القاحه ديال المغرب نتوما ولفتوها واقيلا بغيتو فابور تجيو تعيشوا. ديجا كانوا تيهضروا على الماكله قال لك حقاو الواد الماكله ديال المغرب مودير ما عندهم ديك الماكله عرفتي ما تاكلوها حتى سبيل الهند ديال العرب. ترى لا حول ولا قوه الا بالله. ترى كلشي حاضر هذا المغرب هذا بالكسور بالتابع يا ربي السلامه. سير السي العالم ديال الفول مدمس عطينا لنا ودينا تنتهي ما غير تقول عاوتاني المجموعه الاولى او الثالثه او الرابعه لغايه دلوقتي الرابعه سير اخويا المجموعه الاولى ولا الثالثه لغايه دلوقتي في بنين اللي هو ثالث المجموعه الرابعه، وهنشوف نتائج بقى ايه بكره وبعده. تمام يا كابتن. هل يعني في امل ان احنا نلعب مع حد تاني ولا هو خلاص
منتخب بنين دلوقتي؟ بص يا كابتن، اللي هيحدد مصير الثالث اللي هيقابل منتخب مصر منتخب المغرب. لو خسر من زامبيا ومالي فازت على جزر القمر، المغرب كده هتخش في اللعبه يا كابتن، تخش ثالث. فدي هتبقى مشكله بالنسبه لي. بس لا يعني صعب ان المغرب تخسر انا من بقول زامبيا. الاحتمال. انا بص يا كابتن، منتخب المغرب والله يعني حتى الان انا مش شايف ان المباراتين اللي لعبهم ما اقنعش مش ما اقنعش الناس بشكل، وعليهم ضغوط كبيره. صاحب الملعب ده ايوه عليهم ضغوط كبيره يا كابتن، بس انت المفروض بعد فوز الماتش الاولاني الامور كانت تبقى يعني اكثر استقرارا فنيا، وان هم يظهروا بشكل كويس. منتخب مالي كان يعني لعب جيم على المنتخب المغربي بشكل كبير جدا، فانت الاحتمالات كلها حتى المجموعه الثالثه برضو صعبه يا كابتن. نيجيريا هتلاعب اوغندا وتونس هتلاعب تنزانيا. لو نيجيريا فازت وتونس فازت على هيبقى في ثالث في المجموعه دي. فانت الاقرب دلوقتي اللي داخله في اللعبه بنين. السنغال اللي هي ثالث المجموعه الرابعه. السنغال عندها 4 نقاط، الكونغو عندها 4 نقاط، بنين 3 نقاط، بتسوانا 3 نقاط. فاعتقد ان هي المجموعه دي قد تكون الاقرب لمواجهه منتخب مصر. يعني اعتقد ان منتخب بنين يعني منتخب قدر يفوز المباراه السابقه، ولكن في النهايه انت تقدر منتخب مصر. انا شايف يا كابتن احسن حاجه في منتخب مصر البطوله دي اللي كانت غايبه عنا السنين اللي فاتت، الروح. يعني حتى شوف حتى في مباراه جنوب افريقيا كان في روح كبيره جدا جدا جدا. يعني كنت تتوقع قبل البطوله لا الروح دي ما كانتش موجوده، ما كانش فيه الاداء ده. فانا شايف حتى العلاقه ما بين اللعيبه والكابتن حسام حسن دي مديه ثقه كبيره جدا جدا. الماتش اللي فات كان افضل عشان الجمهور كان معانا. الماتش ده كان يعني شويه ممل لان ما كانش فيه جمهور كتير، وكمان المنتخب يعني ما استمتعناش بصراحه يعني. فان شاء الله نتمنى الماتش الجاي يكون كويس ونفوز بيه يعني. بالنسبه للماتش النهارده احنا والله كنا مفتقدين جدا 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 الجمهور ديال اكادير المغربي. فرق معانا كتير الماتش اللي فات واللي قبليه كسبنا. الماتش اللي فات بتاع جنوب افريقيا والله العظيم كان ليه دور كبير جمهور اكادير، واحنا افتقدناه في الماتش ده. ما كانش ليه الحلاوه بتاعته واللذه بتاعته من غير جمهور اكادير. واحنا عدينا 0-0. كنا بنلعب بالفريق الثاني، كنا مريحين اللعيبه، كنا مريحينهم والحمد لله. لكن عاوزينكم والله دايما معانا انتوا بتفرقوا معانا جامد في المباراه وفي النتيجه. المباراه الماضيه 40,000 مشجع مغربي كانوا بالاستاد بيشجعوا المنتخب المصري. طبعا اللعيبه المصريه حست ان احنا في مصر، واحنا دايما بنحب شعب المغرب وبنحب الجمهور المغربي. واليوم نحن احنا متشوقين لرؤيه الجمهور المغربي في المباراه ان شاء الله. والله اليوم المباراه ما كانتش مهمه بالنسبه للمنتخب المصري. المنتخب المصري لعب بالفريق الثاني، ما فيش ولا لاعب كان اساسي من المباراتين السابقتين غير مصطفى محمد وتم تبديله. حتى يعني شيء طريف ان احنا بنقول لصلاح انزل يا صلاح يقول لنا الحسام مش موافق يعني. فاقصد ان ما كانش فيه ولا لاعب اساسي كان بيلعب يعني. لكن المباراه بالنسبه لمصر مش مهمه، مصر تكسب تخسر مستضيله المجموعه. لكن احب اوجه يعني نداء لجماهير اكادير، ارجعوا تاني للملعب زي الماتش اللي فات. احنا مفتقدينكم جدا. اليوم كان في 16,000 متفرج، المباراه السابقه 50,000، يعني اقل من النصف. واحنا يعني المباراه ملهاش طعم بدون اهل اكادير. ويا سيدي شجع المغرب زي ما انت عايز، لكن ما تسيبوش مصر يعني بس. بالتاكيد طبعا كان حاجه سيئه من المنظمين ان هم يمنعوا دخول الجمهور النهارده. يعني مش عارف ليه، بس هم شايفين ان دوت مفيش معادله او مفيش عداله في بقى المنتخب المغربي اللي انت بتقلل منه ده